هنا بداية بيبتدوا بمرحلة التصميم، بيعملوا الشاسيه بتاع العربية أو قاعدة البناء بتاعة العربية، بس طبعا بطريقة بسيطة. هنا بيركبوا نظام التعليق. كل الإمكانيات اللي استخدموها في بناء العربية دي إمكانيات بسيطة جدا. هنا الجسم بتاع العربية اكتمل، وهنا بيجيبوا موتور. الموتور اللي هم جايبينه ده موتور ديزل، وغالبا ده موتور بيستخدم في حاجات بسيطة، يعني مثلا الري بيستخدم في توليد كهرباء، مش موتور عربية خالص يعني. ركبوا هنا خلاص الموتور، وده الشكل النهائي لجسم العربية مع الموتور. بعد كده هم يعني اشتروا بقى الكراسي، ما عملوش كراسي. ده شكل العربية بالبادي بتاعها، بالعجل، بالموتور، بالكراسي. ودوروا الموتور كده، الدنيا تمام. هيعملوا تجربة مبدئية كده للعربية. الدنيا شغالة معاهم والعربية بتتحرك عادي جدا، مفيش مشاكل. هيبتدوا بقى في مرحلة تصميم بادي العربية، ده الشكل اللي هم عايزين يوصلوا له. ده كده بادي العربية بالهيكل الخارجي بتاعها اللي هيبنوا عليه الشكل النهائي ليها. ودي مرحلة تصنيع البادي بتاع العربية. شايفين النتيجة اللي وصلوا لها لحد دلوقتي؟ نتيجة هايلة جدا. يعني شكل العربية قريب جدا للشكل الحقيقي. يبتدوا بقى في مرحلة الفينش. هنا مرحلة المعجنة لجسم العربية. بيعملوا دلوقتي نفس الخطوات اللي بتتعمل في دهان العربيات العادية، يعني المعجون، الصنفرة. هنا بيعمل التفاصيل بقى بتاعة البادي، اللي هو مكان الحز بتاع الاكسدام الأمامي. اللي على فكرة الاكسدام الأمامي بما إنهم يعني إمكانياتهم بسيطة جدا، استخدموا فيه كرتون، وزي ما احنا شايفين كده حتى من جوه استخدموا كرتون وفايبر جلاس. أغلب الأجزاء بتاعة العربية دي كانت عبارة عن كرتون وفايبر جلاس. وده شكل الصالون الداخلي، وروقوا الدنيا كده وحطوا سيستم صوت وبتاع، والدنيا بقت لطيفة جدا. هنا بقى بيبتدوا يركبوا الكشاف الأمامي، بيعملوا الكهرباء بتاعته. بيبتدوا يعملوا الفينش البسيط اللي يخلي الشكل حقيقي، يعني زي ما احنا شايفين كده. بيهتموا بشوية تفاصيل ممكن غيرهم يقول لا مش مهم، انا بعمل حاجة في السريع وبسيطة كده. يعني حتى مستخدمين ستيكر زي فايبر جلاس برضو عشان يدوا شكل طبيعي للعربية. هتشوفوا بقى مفاجأة في الفانوس ده عملوها، وحاجة خلت شكله يعني بعد ما اشتغل جميل جدا. هنا ركبوا الوش الأمامي وبيجربوا الكهرباء بتاعته. بصوا بقى عاملين رمش ليد، اللي هو يعني ايه صباح الروشنه يعني، مش مجرد فانوس بينور وخلاص. هنا بقى مرحله ان هم بيعملوا الفوانيس الخلفيه. بيفرغ مكانها عشان يركب، برضه هيركب لها شريط ليد. وبصوا بيستخدموا ايه، كرتون يعني. حاجات مش غاليه، ولا خامات مش متوفره ولا اي حاجه. هم عايزين يوصلوا للشكل اللي هم عايزينه، وهم فلوسهم خلصت. يعني هم قالوا في وسط الفيديو ان احنا فلوسنا خلصت فاضطرينا نكمل بكرتون. بيبطنوا بفايبر جلاس عشان يقدر بعد كده يعمل الشكل بتاع الفانوس النهائي. ده شريط الليد بيلزقه بامير يعني حاجات كلها في منتهى البساطه. وبيقفل حوالينه بمعجون. زي ما انا قلت هما بيتبعوا نفس الخطوات بتاعه الفينش بتاع العربيه الطبيعيه الخارجيه. ان هو دلوقتي بيدهن طبقه البرايمر او البطانه بتاعه العربيه. ده اللون اللي هم عايزين يدهنوه. طبعا اللون الاحمر مميز جدا لفيراري، فهم هيدهنوها بنفس اللون. زي ما احنا شايفين كده العربيه لما اتدهنت الشكل بتاعها ظهر شويه. وبعدين بقى بيعملوا شوية تفاصيل كمان، اللي هو هيخلي الخلفية بتاعت العربية ليها لونين. وأخيرا طبقة الكلير كوت أو طبقة الورنيش الخارجية. وأخيرا علامة الفراري. وده الشكل النهائي للعربية. هيبان كمان معانا شوط دلوقتي الدنيا في النور، بس ده الشكل النهائي هم عايزين يبينوا الإضاءات. دلوقتي بقى طالعين في البلد عندهم، بياخدوا لفة كده بالعربية، والناس عاملين لهم زفة وراهم. العربية على بساطتها وعلى قلة إمكانياتها ولكن حلوة. الهدف بقى من عمل العربية دي كلها يعني يضحك جدا الحقيقة. يعني انت يعني قرفت نفسك وعملت كل ده عشان عندك نقلة بطيخ. متخيلين ان الناس دي صنعت العربية عشان ينقلوا فيها بطيخ في الاخر؟ انتوا اهنتوا فيراري يا جماعة والله. طبعا هو الموضوع مش نقلة البطيخ يعني، ولكن هم في الاخر يعني ختموا الموضوع بشكل كوميدي زيادة يعني. خلصنا بقى ضحك، تعالوا نتكلم في الجد شوية. الناس دي ما عندهاش امكانيات، ما عندهاش فلوس. في ناس كتير في بلادنا العربية عندها امكانيات افضل من كده وعندها خبرات افضل من كده، ومع ذلك للاسف عندها احباط شديد جدا.
ولكن اللي انا عايز اقوله لاي حد عنده احباط من ان هو يعمل حاجه زي كده او يجرب ان هو يعمل حاجه فعلا ليها قيمه، ان انت لو مش هتلاقي اللي يقدرك في بلدك يبقى تفكر في اللي هيقدرك بره بلدك. الناس دي ممكن يبقى عندها فرصه انها تشتغل في شركات بعد كده، شركات سيارات، ويستغلوا الخبره اللي هم اكتسبوها في تصنيع عربيه زي دي. ودي كانت قصه العربيه الفيراري اللي ممكن تعملها قدام بيتكو عشان تنقل فيها نقله بطيخ. بكده اكون وصلت لنهايه الفيديو ده، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامه.